حاكمينهم ينفخوا غير في العجلات كما كانوا يديروا جماعة السيارات. ثاني حاجة قال لهم لازم نلقوا بديل للعملة الدولار. اللطيف هذه الناس اللي يعرفوا وسمعوها زيتي شوكي. الناس اللي ما يفهموش الاقتصاد بانت لهم عادي تبون غادي يحارب الدولار. انت تعرف باللي الدولار ان امريكا قادره تحرك النووي على جال. هل تعلم هذا الشيء ولا ما بالك؟ عملة الدولار لو كان دخل فيها يضربونا بالنووي. انت تروح لروسيا اول حاجه وقت حرب والعداء الغرب كله ضد روسيا، انت تروح توري شطارتك باللي انت راك مع روسيا. بعد اقعد بلد محايد، قعد من بعيد، حاول روسيا وعاون امريكا وسيس هذا وسيس هذا، بصح قعد سياستنا محايده. احنا لو جوست ميليو. احنا ما عندناش اقتصاد سليم، ما عندنا والو، اون ديبون توجور دو لامبورطاسيون. يبلعوا عليك لامبورطاسيون تموت. كيفاش تدخل انت في صراعات كيما هذه وتروح تنحاد الى روسيا وتخلي امريكا واوروبا نورمال؟ بانت لك هذه سياسه. هذه وجهه نظري انا. نبقى الجزائر محايده. شوف من ناكل مع الديب ما نبكي مع الراعي. خويا نقعد كيما سويسرا ما ندخلش روحي. خويا انا صاحبكم كاع كيما راكم، ندير الامن معاكم كاع كيما راكم، ما نربحش العداوه، نربح الملاحه مع كاع الناس. تروح تقول نعطوا البديل للعمله الدولار، هذا اعلان حرب على امريكا، وهذا سيكلف الجزائر ثمنا باهظا في المستقبل. واش صرا؟ بعد ما هدر هذه الهضره ورجع واش صرا؟ عند دولة اللي قدامنا المغرب، امريكا قدمت اجهزه عسكريه مجانا لدوله المغرب. بطل. سي لا ريبونس. سي لا ريبونس ديريكت. اللي ما فهمهاش ما فهم والو في السياسه. سي لا ريبونس. فهمت؟ بيان سور. وانا نقول لك حاجه واحده اخرى للشعب الجزائري ربما ما يعرفهاش. الان امريكا غادي تدير ضغط على الامم المتحده حتى تستعرض بالصحراء المغربيه سكاره في الجزائر. انتم حيين وانا حي. دوك تشوفوا واش رايحين يديروا. لان في ازمه حرب وعلاقات وضرب الاقتصاد العالمي. ما تهضرش هذه الهضره. قلت لك ماهوش مسؤول تبون كي يهضر، يبدا غير يطرش. لهذا انا دائما نخاف كي يبدا يهضر. بدنا 60 داهيه. في روسيا تهضر هذه الهضره. يا لطيف. ربي يجيب الخير. لازم قلت لكم لازم شوف باش نفهموا حاجه. هو من المنظومه الفاسده القديمه. نحبوا ولا نكرروا؟ تبون ماهو سليم، تبون فاسد. فاسد في منظومه 20 سنه فاسد. كيفاش يولي رئيس؟ الهيستوريك تاعك خامج، ما تقدرش تكون رئيس. لازم رئيس نظيف. رئيس ما عندوش علاقه مع العصابه. رئيس راجل يجي يخدم الجزائر، هذا نعاونوه. حطوا رئيس يتفقوا عليه الشعب الجزائري، نخدموا بلادنا على العين والراس. 2024 ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اما هذا من المنظومه الفاسده القديمه، كي ولا رئيس ولا صحابي ما يقدرش يولي فاسد، يقعد فاسد. انا ما يجيش يلعبوا هذه. انا قلت لكم هذه اللفعه بدلت جلدها فقط. نفس المنظومه الفاسده جينا وهم هادو وخروهم جابوا ناس واحد اخرين خدموا نفسهم وراهم يخدموا في المسار تاعهم. ما تبدلت حتى حاجه. لا جزائر جديده. هذا خليه عبد الله الدين راه في الرئاسه. ما يتسرعوش في الاحكام تاعهم، ما يتسرعوش في القرارات تاعهم، يوزنوا كلامهم قبل ما يهضروا. لان انت كي تتكلم العالم قاعد يشوف. احرز روحك واش تتكلم. واش تقول لي؟ مانيش نتكلم مع جماعه شباب في الشارع نوري لهم